البطولات هي العامل الرئيسي والمهم للسيد خيسوس. في المقابل الهلال إلى حد الآن لم يظهر مع المدرب البرتغالي. إذن تحت المتابعة من هذه الجماهير والمساندة الجماهيرية الكبيرة سوف تنطلق المباراة الآن بصافرة الحكم العراقي. كل التوفيق لعلي الصباح في أرضية الملعب ولطاقمه المساعد وكذلك لحكم الفيديو أدهم المخاتمة. تحياتي لكم مشاري الكرني بانتظار الصافرة لهذا المساء ولهذه القمة العربية الكروية الكبيرة التي تجمع الزعيم السعودي والآسيوي الهلال مع الوداد. ضربة البداية للزعيم البليهي بتمريرة أمامية تذهب الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لدى الحارس يوسف المطيع. إذن فاز البرتغالي يلعب الكرة موجودة بالراس والكرة خطيرة من كوليبالي، خطيرة من خالد كوليبالي. التهديد الأول للسنغالي وكابتن منتخب السنغال. كاد الهلال أن يسجل، يحاول عبد الله، يعدي عبد الله والتمريرة، الكرة إلى ميشيل، خطيرة جدا، خطيرة جدا. يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله، المحاولة ثم بعد ذلك كرة، ولكن الكرة تتخلص. ترجع الآن إلى نيفيز من الناحية اليمين لخارج أرضية الملعب. الكرة إلى سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لروبن نيفيز. التدخل القوي اللي كان موجود بكل صراحة في اللقطة الماضية. بالسلامة إن شاء الله. نشوف النقاش بين يحيى جبران وكذلك اسماعيل المترجي. هذه الكرة الماضية اللي كانت لروبن نيفيز وبعد ذلك جمهور الهلال الهدف الأول وفريق الوداد. الكرة موجودة الآن من جديد ولكن التغطية موجودة، التغطية حاضرة في اللقطة 20 هدف بجميع مسميات البطولة. الكرة موجودة، تعود المحاولة ولكنها أطول من اللازم، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب على سيرجي ميليكوفيتش سافيتش. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة المرمى لدى يوسف المطيع. يعدي من سعودي، السلام، جميلة المحاولة، خطيرة، إسماعيل والكرة هجومية لصالح ميشيل من اليمين. يحاول ديلغادو ولكن شوف الكرة الماضية اللي كانت من زولا. شوف زولا، شوف التدخل من زولا. كرة هلالية ستلعب، شوف الشد والجذب الموجود بين البليهي ومنتصر. كرة موجودة بالراس، خطيرة جدا، الله على الكرة. سافيتش ميلينكوفيتش كاد أن يسجل الهدف الأول بكرة راسية ولا أجمل. سالم يتقدم، سالم يبحث عن المرور كما هي عاداته ولكن هذه المرة الكرة تخلصت. ترجع الآن المغربية، محاولة من منتصر يتيمي يبني اتجاه الكرة إلى سامبو والحكم يشير إلى وجوب صافرة وخطأ مع الكرة الماضية لصالح فريق الوداد. صار كنترول من اسماعيل ولكن هذه المرة السعود عبد الحميد اللي يحصل على الكرة. حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ مع الكرة الماضية، خطأ إذن الآن لصالح الوداد. سعود عبد الحميد يواجه الكثير من المشاكل عن طريق اسمه أن يخطف هدف قبل انتهاء الشوط الأول. الكرة تعود بالراس، تعدي محمد كم يخلص، ترجع التسديدة طائشة إلى خارج أرضية الملعب وإلى برازيلي من الناحية اليمين. ميشيل ديلغادو يحاول الهجوم، ميشيل عرضية ولكنها مفهومة من زولا. أرسين زولا يمنع كل شيء عن ميشيل ديلغادو من المرور وبالتالي الكرة تذهب إلى كوليبالي. أمامية الكرة مستمرة لا خطيرة لصالح الهلال، تصويبة قوية من سعود عبد الحميد والكرة سهلة هذه المرة لأحضان الحارس يوسف المطيع. شوف الكرة الماضية منه كأنه بتمريرة طولية، حلوة الكرة خطيرة، محاولة، ميلينكوفيتش جول، ميلينكوفيتش جول، سافيتش يسجل. شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس، لقد
قوته في الهجوم من الخلف، بأن قوته في التسجيل على طول في الجول. سافيتش جول، سافيتش يسجل، سافيتش يسعد أنصار الزعيم في كل مكان. 1-0 للموج الأزرق. الفتاة الصغيرة تفرح وترفع شعار الهلال. الهلال يتقدم، الموج الأزرق يحضر في أبها. 1-0 إذن. الكرة الماضية من الكبير ميلينكوفيتش سافيتش. الهلال حتى وإن كان جريحا حبيب الكرة تتخلص. تعود الآن للوداد. سامبو يحاول والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. خيسوس إلى حد الآن يكسب النتيجة. عندما يتقدم بالكعب جميلة ميلينكوفيتش سافيتش. خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة الماضية من سافيتش، وبالتالي الكرة إلى وجود زكريا دراوي في مقابل إسماعيل المترجي مع سعود عبد الحميد. كرة إلى خارج سافيتش. ميشائيل سالم الحمدان. هذه اختيارات خيسوس. الكرة مستمرة موجودة. هنالك خطأ لمصلحة سالم الدوسري، خطأ موجود. ونشوف الآن اللاعب أمين أبو الفتح اللي كان تسبب بالهلال. يستعد الآن روبن نيفيز من هذا المكان. روبن يلعب كرة، محاولة بالرأس والكرة إلى خارج أرضية الملعب. نتيجة الهلال يتأهل، إلا إذا كان هنالك كلام آخر للوداد. قوية جدا، قوية جدا الكرة الماضية من سيف الدين بوهرة. يبدو لي كرة خطيرة للوداد ستنفذ الآن. نشوف الوداد اللي يهاجم في هذه الأوقات. ليس أمام الوداد سوى الهجوم إذا ما أراد التأهل. الحمدان يتقدم، يلعب كرة سافيتش جميلة، محاولة بالكعب من سيرجي. الهلال اللي يدخل هذه المباراة بنقطة واحدة بعد أن تعادل مع أهلي طرابلس الليبي، والخسارة التي كانت في مباراة قوية ضد كانت على أرضية هذا الملعب. محاولة خطيرة للوداد ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني. الشهراني يستعيد جزءا من عافيته. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء أطلق الصافرة قبل أن يأتي الهدف. هدف التعادل الذي جاء من تسديده بدا وكان حكم المباراة علي الصباح أطلق الصافرة لأن هنالك لاعب واقع على أرضية خطيرة. محاولة منتصر للجيم. جول! الله! جول 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 جول! هدف التعادل للوداد. وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء. 1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشهراني. خطأ فادح من الشهراني. شوف الشهراني اللي حاول التقدم ثم بعد ذلك هدف جميل. الأزرق وكيف سيتعامل المدرب. كرة للأمام سعود عبد الحميد كنترول. سعود حاول الهجوم، المحاولة نيفيز. جول! الله! ولن يكون لأحد مفر، لن يكون لأحد مفر. روبن نيفيز، روبن نيفيز يسجل ويستعيد ذكريات تياغو، يستعيد ذكريات رادوي. إلى الحمدان، جميلة المحاولة خطيرة جدا ولكن التغطية حاضرة. ترجع الكرة، سيف الدين يحاول عدى. يا سلام، جميلة الكرة العرضية ولكنه يتعثر وبالتالي الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركب. الكرة ستلعب الآن سريعة. وامبا يحاول، تغطية موجود أو لعب بولي سامبو. تغطية كانت من خالد كوليبالي من رمية الجانبية. لا تزال الفرصة.